جوزي ساب لي 50 جنيه بيقول لي اتصرفي. جبت كل الحاجات اللي قدام عينيك دي وحطيت كمان في جيبي 5 جنيه. اقول لك عملت ايه؟ انا نزلت السوق اخر النهار كالعاده، جبت استفندي. الاستفندي دول الشويه دول اللي قدام عينيكي ب20 جنيه، الكيلو وربع ب10. انا جبت 2 كيلو ونص ب20 جنيه. دول اللي انا حطيتهم من جيبي، فمش هنحسب الاستفندي عشان اكون صريحه معاكي. جبت ايه بقى؟ جبت ب10 جنيه طماطم زي ما انت شايفه كده، الطماطم حلوه تفاحه، لو تقدري تخزني خزني، بس انا طبعا مش هنخزن، انا ماشيه اليوم بيوم. جبت حوالي كيلو وربع من الطماطم ب10 جنيه، ادي اول حاجه. وجبت كمان ب20 جنيه بطاطس، البطاطس ب17 جنيه، وفي ب15، وفي الرفيعة ب10. أنا لو قال لي خدي الأم 10 دي، أم 12 دي خديها ب10، بس أنا طبعا ما كانش معايا فلوس، فخدت أم 17 جنيه دي. جبت كيلو وشوية برضو ب20 جنيه، مش عارفة كانوا 4 بطاطسات ولا 5 بطاطسات. يبقى 20 جنيه بطاطس و10 جنيه طماطم، ادي 30 جنيه. وجبت كمان ربع كيلو شعرية ب5 جنيه. وجبت كمان ب5 جنيه فلفل رومي وبارد زي ما انت شايفه كده، انا جايبه امكانيات تمشيني، مش جايبه حاجات تتخزن. وجبت كمان ربع شعريه ب5 جنيه. وجبت ب8 جنيه جزر، جبت نص كيلو جزر، الكيلو ب16 جنيه. احسبيها، هتلاقي نفسك حوشتي ووفرتي. انا بقى عملت ايه؟ ال5 جنيه دي حطيت عليها ال10، ورحت جايبه الاستفندي ده، او حطيت عليها 12 جنيه. يعني حوشت من ال50 جنيه. يعني الشوية اللي قدام عينيك دول جبت طماطم وخيار وفلفل وبطاطس وشعرية، جبتهم ب45 جنيه. فكري فيها، احسبيها، هتلاقي نفسك وفرتي. ما تنسيش تعملي لي لايك وشير وتقولي لي ميزانيتك كام، هعمل لك ليها فيديو مخصوص. وكمان اعملي لي لايك وقولي لي ايه رأيك في التوفير بتاعي. كل كمية على حسب ميزانيتك انت. وجبت كمان البطين اللي انت شايفاهم قصاد عينيكي دول. دمتم بخير، اسيبكم في رعاية الله. ما تنسيش تعملي لايك وشير. باي باي.